انزلي بالدقيق على اللبن المغلي وهتبهريهم بجد. طريقة سهلة جدا وبسيطة وهتحفظها طول شهر رمضان عندك في الفريزر، لما تحتاجيها تطلعيها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللحمة بتاعتنا بقى اللي هنحشي بيها، نحط كده المقلاية بتاعتنا على نار عالية كده وننزل باللحمة بتاعتنا. دي كيلو لحمة مفرومة طبعا، تبع الكمية اللي انت هتخزنيها اكتر اقل زي ما تحبي، بس الكيلو ده بيعمل يعني ايه كمية كبيرة قوي. نعملها على نار عالية كده نشوحها، تحفظيها بقى في الفريزر لما يكون عندك أكل بايت، لما يكون جايلك ضيوف فجأة، لما تكوني مش قادرة. سهلة جدا وبتنفع بصراحة. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللي ما اشتركش يشترك وحطوا لايك. حطوا لايك عشان القناة تكبر بيكم. البهارات بتاعتنا 7 بهارات: بابريكا، ملح، فلفل أسمر، كل حاجة معلقة صغيرة. والبصل بتاعنا بصلتين 2 كبار فرماهم ناعم. ونقلب بقى البصل مع اللحمة مع البهارات كله مع بعضه. صلوا على النبي كده وانتوا معايا كده، واكتبوا لي في الكومنتات صلوا على النبي كتير. جمعة مباركة عليكم يا رب. ونشوحها بقى كويس جدا جدا لحد ما تبدأ تنشف من المية خالص. طبعا اللحمة المتعصجة ديت بتنفع لأي حاجة، يعني أي حاجة هتعمليها. وممكن كمان لو فضل منك تشيليه في الفريزر، أو حتى لو انت جايبة لحمة مفرومة ممكن تشيلها في الفريزر المتعصجة جاهزة. بتسهل الأمور. لو هتعملي صينية جلاش، صينية مكرونة، جايلك حد فبتحسي ان هي ايه بصراحة بتأثر في الوقت. هتعملي مثلا بيتزا فبتاخدي بتعملي صينية، أي حاجة بتنجز بسرعة. ننزل معانا كده معلقتين 2 صلصة. في ناس ممكن بتضيف طماطم، بس انا هضيف صلصة عشان هي تنفع لكل الحشوات. يعني لو هتعملي بيتزا، تعملي جلاش، تعملي مكرونة. نسيبها بقى تستوي على مهلها خالص ونهدي عليها النار لحد ما تنشف. طبعا لو انتي بتحبي تضيفي لها فلفل، طماطم متقطعة زي ما تحبي. طبعا لازم ايه نفرمها كويس عشان ما يبقاش فيها قطع كبيرة، ونغطيها ونحطها بقى معانا على جنب كده. ويلا بينا تعالوا بقى نعمل الجميلة بتاعتنا. كوباية لبن، ممكن تعملي كله لبن ممكن تعملي مية، فانا هعمل واحدة لبن وواحدة مية. ونحط معانا معلقة صغيرة ملح، وكمان نحط معانا معلقتين 2 زيت كبار كده، على كل كوباية بتاخد معلقة يعني. سيبها لما يغلي معانا. اول ما يبدأ يغلي كده هنضيف له كل كوباية دقيق، كوبايتين 2 دقيق برضو، كل كوباية عليها معلقة نشا صغيرة. انا هقول لكم دلوقتي النشا بيعمل ايه. بس العادي فور، ايوه ادي الكوباية عليها معلقة صغيرة نشا. ونقلب كويس جدا كده لحد ما نجيب الكوباية التانية، ما نسيبوش عشان ما يكتلش معانا. نكون مهديين عليه النار. سهلة جدا على فكرة، يعني مش هتاخد اي وقت. نجيب بقى الكوباية التانية. بس نحاول نقلب الاول عشان الدقيق يختفي، لانه اول ما بتحط في ميه سخنة بيغطيه شوية. ودي الكوباية التانية وبرضه عليها معلقة نشا صغيرة. ونبدأ بقى ايه نشيل نجيب المعلقة الخشب بتاعتنا ونعجن كويس. طبعا هيبقى مغلي جدا، هيبقى صعب ان احنا نحط ايدينا فيه دلوقتي. نقلب كويس معانا كده لحد ما يتجانس كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده بقى نطفي عليه النار. بس خلاص ما عادش فيه دقيق. نغطيه بقى ببلاستيك. علشان ايه؟
باستكراب كده عشان ما ينشفش وشه معانا. وناخده بعد ما برد خالص كده، برد خالص يعني ايه، نحاول بس ايه نرجع نعجنه عجنة تاني، عشان ايه لو حسيت ان هو شد شوية يرجع يبقى لين تاني. طبعا انت هتعملي لو حابة تعملي ضعف الكمية بقى، يعني شوفي انت ممكن تعملي ايه الكمية اللي انت عايزاها. ناعمة جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده. نعمل كور صغيرة ونشكلها زي ما احنا عايزين. ويبقى كده عملت لهم كمية سمبوسة في الفريزر، يعني هتقعد معاك الشهر كله. لو انتي مثلا عملتي بكمية اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها دي، بتعمل كمية كبيرة جدا جدا كمان يعني. وبتعملها بتبقى جاهزة في الفريزر، محشية طبعا. تطلعيها على القلي على طول، لا بتشقق ولا بتنشف ولا اي حاجة. يعني احنا بنعملها في اطباق فل ونغطيها ببلاستيك راب، وتفضل في الفريزر طول الشهر. يعني وقت ما تحتاجيها طلعيها على طول. نبططها دايرة كده. طبعا انا عندي القطعة اللي بتقفل البلاستيك وكل حاجة، بس بصراحة يعني تحس ان هي بتاخد وقت كتير، وكمان مزعجة كده. هوريها لكم دلوقتي. نعمل كده ايه، دي بتنجز، احس ان انا بعمل كده بنجز اكتر. نعمل لكم كمان واحدة. بحس ان هي كبيرة كده، تلاقيها يعني ايه محترمة كده. التانية بتعملها صغيرة قوي، مش بتاخد حشو، تحس ان هي يعني ايه، تحس ان هي مكتومة في نفسها كده. يعني احنا نعمل بدي يعني، ممكن يكون لو عندك قطع اللي هي الدايرة ممكن تقطع بيها، او بتبصيها عادي زي ما انا بعمل كده يعني. واللي بيطلع ده نلمه في الاخر ونعمله تاني زي ما انتوا شايفين. تعالوا اوريلكم بقى القطعة بتاعتها بتاعت السمبوسة بتاعتنا ديت. بس بحس ان العجينة صغيرة قوي، يعني بتاخد عجينة صغيرة وبتاخد حشو صغير، وتحس ان هي صغننة ومكتومة كده يعني. طبعا انا كنت جايباها من شيء. تاخد بصوا يعني حاجة صغننة قوي، فتحسي ان انت ايه، وبتاخد وقت تقعد تبططي من هنا لحد هي كشكل حلوة بس صغننة قوي. بحس ان هي يعني ايه، مفيش فيها حاجة. انما التانية تحسي ان هي كبيرة، وتحسي انت عاملاها رقيقة اكتر يعني. فزي ما تحبوا، لو انتوا عندكوا دي استخدموها، مش عندكوا دي تعملوا زي ما انا عملت في الاول كده ايه، على الاقل تبقى تحسي ان هي يعني ايه كبيرة شوية. الحجم ده تحسي انه على قد القطايف المقلية في الزيت بتاعت السكر والعسل. بس كده. ونبدأ بقى كلها نرصها زي ما انتوا شايفين كده في اطباق فل، ونغطيها ببلاستيك راب ونشيلها في الفريزر. تعالوا بقى نجربها مع بعض كده، اوريها لكم عشان ايه تعملوها على اقتناع كده. تشم ريحة رمضان بصراحة. طعمها رائع رائع جدا ولذيذة، بتبقى مقرمشة. وحتى لما بنحطها في الفريزر بتفضل وقت طويل عادي، وما بنطلعها بنسيبها لحد ما تفك خالص، وبعدين نستخدمها نقلي. لا بتشقق ولا بتنشف ولا اي حاجة. والنشا اللي احنا حاطينه لها بيخليها مقرمشة، وكمان مش بتشرب زيت كتير. طبعا بتنفع مثلا لو انت عندك اكل بايت، فعايزة تعملي جنبه حاجة، جايلك ضيوف مثلا، بتنجزك تطلعي طبقين تعملهم جنب الاكل. حاجة بصراحة سهلة جدا وبتنجز في رمضان. ورمضان يبقى النهار قصير. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام يا رب بخير وسعادة. عايزاكم تجربوها. ولازم لازم نصفيها في مصفى علشان ما تشربش الزيت. عايزين لونها اكتر من كده، عايزينها اغمق، زي ما انتوا عايزين. جربوها وقولي لي ايه رأيكم فيها. واشوفكم تاني ان شاء الله وصفة جديدة في مطبخ سعاد. واللي ما اشتركش يشترك وحط لايك للفيديو عشان يترفع. شكرا من قلبي لكل اللي بيتابع الفيديو للآخر. وكل سنة وانتم طيبين. يعود عليكم الأيام بالخير والسعادة يا رب.